السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة ديالي شاف هند كشاني. مبروك عليكم هذا الشهر، مبروك عليكم رمضان، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والعافية ان شاء الله، والعتق من النار والمغفرة للذنوب بإذن الله تعالى. المهم البنات كما وعدتكم غنبقى ندرج معكم يعني بعض المملحات اللي تقدروا تعتمدوها كطلبيات للناس اللي كتخدم على راسها، كما تقدروا تخدموهم العائلة ديالكم في هذا الشهر الكريم. اليوم غنخدم معكم بسيطلات صغار ميني بسطيله بالدجاج اللي كتجي على شكل ديال الحوت، يعني كتجي بالشكل ديال الحوت، يعني بحال غنخدموا بسطيله ديال الحوت. المهم كتجي اقتصاديه البنات، ما كتقامش يعني غاليه بحال الشكل ديال بسيطه الحوت. مباشره هنايا غندرج معكم مقادير اللي خدمت. انا خديت واحد شويه ديال الزيت بطبيعه الحال، واحد المقلاه اللي سخنتها، قطعت واحد البصله خضاريه، حكيت جوج ديال الخيزوات، حكيت واحد القريعه صغيره، قطعت شامبينيون نوار بعد ما رقدته، الشامبينيون باريزيان هنا 5 دراهم ديال الشامبينيون نوار، والحك المتوسط ديال الشامبينيون باريزيان. الا كان طري طبيعه الحال تقدروا تخدموا به. العطريه اللي خدمت بها غنخليها لكم في صندوق الوصفه البنات بالتدقيق. هنا رقدت الشعريه الصينيه، تقريبا خديت واحد 4 ديال المربعات ديال الشعريه الصينيه ديال الروز اللي رقدتها في المريقه اللي سلقت فيها الدجاج. هنا خديت دجاجه كامله البنات، اللي عملتها في واحد تقريبا طنجره، عملت غطيتها بالماء، خديت واحد الحامضه اللي قطعتها على جوج، 4 ديال القرنفلات، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وواحد البصله مقطعه، والثومه بطبيعه الحال، والزعفران زغبه، وخليتها كتسلق، يعني تتسلق ليا الدجاج مزيان. هنا من بعد ما طابت لي المقادير ديال الجزر والقرعه بطبيعه الحال، ضفت ليه الشعريه الصينيه، وزدت مازال القزبر ومعدنوس يعني طريين. صافي غنبرد المقادير بطبيعه الحال، من بعد ما خلطتهم غنبرد المقادير ديالي كاملين على هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه. ومن بعد بطبيعه الحال ما فرتت الدجاج البنات. انا ما بغيتش نطول الفيديو، يعني ما بغيتش نكثر، يعني باش يجي فيديو ما طويلش، يعني تقدروا تستافدوا منه اكثر. هنا فرتت الدجاج صافي، وغنخلط كذلك نضيفوا على المقادير الاولين، وغنخلط مزيان. ومن بعد غنضيف كميه ديال الفرماج، تقريبا واحد 100 غرام ديال الفرماج احمر اللي حكيته الحكاكه الغليظه، وغنضيفو. المهم البنات الحشوه راه كتجي معلكه، اي فرماج بغيتو تخدموا به خدموا به، يعني الا كان عندكم غير فرماج الساندويتش بغيتو ضيفوه. يعني كنتو بغيت هاد البسطيلات تعتمدهم كطلبيات يعني وتبيعوهم للزبائن ديالكم، فبطبيعه الحال راه زيد الماء زيد الدقيق، اي فرماج راك تحسبوه ضمن اللي يعني المصروف اللي خسرته. هنا فرقت الحشوه ديال البسطيله ديالي، فرقتها هنايا، يعني كل تقريبا يعني كل قسمت لواحد 12 يعني جزء. كل جزء راه غنخدم به جوج ديال البسطيلات انا اعتمدت غنديرهم غير صغار. خديت السيكل ديال اللي كنخدموا به الحرشه، هو اللي غنخدم به. الورقه تقريبا قداتني واحد 750 غرام ديال الورقه، جاتني قد. خديت الزيت اللي عملت فيه بطبيعه الحال الهريسه، تقدروا تعملوا فيه التحميره. الورقه البسطيله الكبيره قطعتها على 4 كيف ما كتشوفوا، كندهنها مزيان بهذيك الزويته اللي راقده فيها الهريسه، كندخلها في السيكل كيف ما كتشوفوا، وغناخذ القياس اللي غيقدني بطبيعه الحال، وكنضغط مزيان بحال هكاك باش تاخذ الفورمه ديال داك السيكل، باش كتجي البسطيله مقاده، كيجي قياس واحد، يعني ماشي كتجي شي كبير شي صغير. الا كانت عندكم غليقه ديال شي قرعه، هذوك الغليقات ديال القرعه ديال الشكلاط هما تقدروا تخدموا بهم. المهم انا هذا القياس راه صغير، باش تعرفوا راه هذا القياس راه صغير. صافي كناخذ الربع واحد اخر حتى هو نفس الطريقه كنخدم به، كنفزقو مزيان بديك الزويته، وبطبيعه الحال كناخذ معاه واحد شويه ديال الهريسه باش حتى الورقه كتجي لذيذه. يعني كنخدم غير بالزيت البنات، دائما كنذكر ان البسطيله خدموها بالزيت باش كيجي الورقه ديالها كتجي مقرمشه. صافي البنات هكا كنقلبها على الجهه الاخرى، نحاول ندخلها في السيكل، وكنعاود ثاني نفس الطريقه بحال هكا، كنبقى بليه حدا اختها حتى كنكمل. هانتوما كتشوفوا البنات راه كتجي مقاده، يعني ما احسن ما تخدموا بداك الشيء بشكل عشوائي، يعني كتجي البسطيله ديالكم مقاده. هانتوما شوفوا، يعني القياس واحد عبار واحد، وكنبقى يعني كندهنها مزيان بالزيت، وكنبقى مستمره
حتى كنكمل الكونتيتي اللي عندي كامله. كيف ما قلت لكم هذا القياس غيعطيكم 24 ميني بسطيله الا خدمتو بهذا السيركل ديال الحرشه. والورقه غتحتاجوا ل 750 غرام ديال الورقه. وهذا القياس ديال الدجاجه كامله فيها 2 كيلو وفوق 2 كيلو، يعني 2 كيلو شي حاجه. مهم البنات عطيتكم كل شيء بالعبار وكل شيء بالتدقيق باش تقدروا تخدموا على خاطركم. بالنسبه للثمن ديال هاد البسطيلات البنات كتجمعوا المصاريف اللي خسرتو كاملين وكتقسموهم على عدد البسطيلات اللي خرجوا، يعني خرجوا لكم 24 كتقسموا على 24 بطبيعه الحال. واللي ربحتوه راه مزيان، كنقولوا اللي ربحتوه فضل، يعني تقدروا تخدموها تبيعوها ب 10 دراهم راها مخيره في الربح. كيف ما تقدروا تنقصوا على ديك 10 دراهم تبيعوها غير ب 8 دراهم حتى هي ربحها راه مضمون. غير هو لا بعتوها ب 8 دراهم يعني خصكم تلعبوا على الكونتيتي، يعني تكون عندكم الكونتيتي كثيره، ماشي بحال مثلا 24. كيف ما قلت لكم ماشي بحال 24 حبه، يعني الربح ديالها غيكون شويه قليل. يعني دائما الا كانت كونتيتي كثيره راه واخا نقصتو في الثمن يعني الربح ديالها الناس مضمون دائما. كيف ما كنقول دائما اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. دائما كسبوا الزبائن ديالكم، راه كتجي الحشوه عامره، كتجي الحشوه لذيذه بحال الشكل ديال السمك. سيرتو ان السمك هاد الايام شويه مرتفع، يعني كتجي رائعه البنات. تقدروا تعتمدوها كيف ما قلت في الطلبيات ديالكم، كيف ما تقدروا تخدموها المنازل ديالكم العائله ديالكم. الصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.